امي وامك، خالتي وخالتك، عمتي وعمتك، ابويا وابوك، هم دول المصادر الجديده اللي هنعتمدهم من النهارده يا جماعه. وكيل لجنه الثقافه والاعلام والسياحه والاثار بمجلس الشيوخ المصري الاستاذ ياسر جلال، اللي بيمثلنا وبيمثل ثقافتنا واعلامنا المصري، بيسطر تاريخ مصر الحديث بمصادر مهمه جدا جدا، الا وهي ابويا والاسره الكريمه حكولي، وانا بصدق وبعتمد اللي هم حكوه، وانا اعتمدته وانا بنقل اللي هم حكوه. طب قالوا ايه يا ممثل ثقافه مصر واعلامها؟ قالوا ان ايام نكسه 67 كنا في مصر كده طلع اشاعه من الكيان الازرق ان هم هينزلوا فرق كوماندوز، فرق بقى ضباط وجنود على اعلى مستوى، هينزلوا ميدان التحرير بالمظلات، يعني الطياره هتطلع كده اهو، تنزل القاهره، تعدي على القاهره، كل ده محدش هيقرب لها، تعدي على القاهره كده، تنزل العساكر والجنود، هم بقى هينزلوا ميدان التحرير، وهاتك بقى يا ضربويا بتاع، وهيرجعوا تاني. يعني هم هينفذوا المهمه دي، مش هتبقى مهمه انتحاريه، مش هيرجعوا تاني، لا ده هيرجعوا تاني بقى سالمين غانمين. مين بقى اللي سمع الكلام ده؟ اللي سمع الكلام ده الحكومه الجزائريه. قالوا يا نهار اسود، ده مين ده اللي هيجي على المصريين وينزلوا بطيارات؟ لا ده احنا اللي هنبعت لهم قوات صاعقه جزائريه. قاموا ايه بقى؟ بعتينهم، نزلوهم ميدان التحرير، وفضلوا بقى ايه، القوات الصاعقه الجزائريه فردوا صدرهم كده، وفضلوا بقى ماشيين وسط المصريين والمصريات كده في ميدان التحرير بيحمونا. البلد اللي ملهاش لا شعب ولا جيش بيحميها دي اخيرا نزل لها قوات كده صاعقه، مالوا علينا دنيتنا. فنسال وكيل ثقافه مصر واعلامها، طب مفيش طيب اي حاجه تثبت كلامك؟ يعني مثلا مؤرخ، كتاب، مصدر، حتى ان شاء الله فيديو، صوره 4 في 6 لاي حد من المصريين اللي كانوا في ميدان التحرير خبطها لهم؟ مفيش اي حاجه كده خالص، غير ان والدك والاسره الكريمه اكدوا على الكلام. فقام طالع في فيديو بعديه، بسم الله الرحمن الرحيم، والله كل الناس اللي بيقولوا على النت الكلام السلبي وانكار فضل الاشقاء دول ناس اقلاء وذباب الكتروني، ان شاء الله بقى ايه محدش يرد عليهم ولا الكلام ده ولا حد يعنيهم، وانا بقتدي بالرئيس المصري اللي ما بينكرش فضل الاشقاء. طب هو فين الفضل؟ طب واحده واحده، هو احنا بنخترع فضل وبعد كده نشوف هننكره ولا ما ننكروش؟ طب هو حصل اصلا عشان يعني يبقى فيه انكار ولا فيه اشاده؟ فتعالوا بقى مع بعض نعرف القصه الحقيقيه والعلاقه ما بين مصر والجزائر، ومين اللي ليه الفضل على مين. بعد ثوره يوليو 1952 واسقاط الملكيه واقامه الجمهوريه وجلاء الاحتلال الانجليزي عن مصر، اتولى الرئيس جمال عبد الناصر بعد محمد نجيب. وكانت خطه الرئيس جمال عبد الناصر خطه واضحه جدا، ان هو هيساعد كل دول الجوار وكل الدول الاشقاء ان هم يشيلوا كل الاحتلالات اللي عندهم ويعملوا جيوش حره مستقله، وهو يجمعهم بعد كده في جيش واحد مستقل، ويعمل دولة واحدة قوية بقى اللي هي بقى ايه، الوطن العربي والعروبة، وان هم كلهم يبقوا تحت قيادة مصر وتحت قيادة جمال عبد الناصر. وعشان كده الرئيس جمال عبد الناصر هو من اشعل فتيل ثورة الجزائريين سنة 1954 ضد الاحتلال الفرنسي. جمال عبد الناصر فتح ابواب القاهرة لجبهة التحرير الجزائرية وسمح لهم ينقلوا صوتهم للعالم كله. مصر كانت بتبعت سلاح ومؤن وذخائر، وكانت بتصرف على الثورة دي كتير، كانت متكفلة بالكامل بتدريب الثوار الجزائريين. وكان هدف جمال عبد الناصر الاول والاساسي ان هو يعمل جيش جزائري مستقل، واللي نتج عن التدريبات المصريه دي هو فرقه المظلات وفرقه الصاعقه الجزائريه اللي كونت اساس الجيش الجزائري اللي اتعمل سنه 1962. الصاعقه والمظلات الجزائريه اللي عملها المصريين، اللي جايه تحمي المصريين اللي علموهم، واخدين بالكم انتوا ازاي؟ وتمر 5 سنين على انشاء الجيش الجزائري الحر، وتحصل نكسه 67 من الكيان الازرق ويعتدي على مصر ويجي وياخد سينا. وجمال عبد الناصر يستنى بقى هلمة الناس اللي كان بيساعدهم والناس اللي كان بيحررهم دول، يبص وراه يبص جنبه ما يلاقيش اي حد، وينصدم الرئيس جمال عبد الناصر، انا اللي كنت بساعد وبدرب وكنت بضحي بكل ده عشان هم يتحرروا، دلوقتي سايبني؟ طب الجزائر هتعمل ايه؟ الجزائر تكتفي بالتنديد والتهديد بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع كل الناس الوحشة دي. سنة 67 مفيش عسكري واحد جزائري اتحرك من الجزائر وجه مصر، مفيش طلقة واحدة اتضربت من الجزائر دفعت فيها عن مصر، مفيش مصدر واحد يقول ان في عسكري جزائري اتحرك واشتبك مع اي اسرائيلي في الفتره دي نهائي. اما في حرب اكتوبر سنه 1973 في بقى هنا بقى المشاركه الجزائريه. تعالوا بقى نتفرج على المشاركه الجزائريه. ايه اللي حصل بعد طبعا حرب العاشر من رمضان؟ بعد ايام منها، ولما جه بقى ايه الانتصار المصري بدأ يظهر للعالم كله، بعتت هنا بقى في هنا تدخل بقى من القوات الايه الجزائرية. القوات الجزائرية بعتت سرب طيارات ولواء مدرعات ودبابات، وبالفعل جم مصر، ولكن كانت المشاركة شرفية بالكامل، مفيش اي طلقات ضربت ولا في عسكري اتعور حتى ولا اي حاجة، كانت القوات دي موجودة. في حين ان مصر حصل لها انهزام، حصل لها ان هي احتاجت اي تدخل عسكري، فالقوات دي كانت موجوده عندنا في مصر، كتر الف خيرهم والله. مفيش اي معركه فرديه ولا اي اشتباك حصل من القوات الجزائريه اللي كانت موجوده في مصر سنه 1973 مع قوات الكيان الازرق.
سيادة وكيل ثقافة مصر وإعلامها وسياحتها وآثارها، المجاملة بتبقى مثلا المجاملة على الشخص، والله يا جدعان انتوا فضلكوا عليا، لكن مش فضلكوا على مصر والمصريين، احنا نسواننا كانت بتحارب. فمش مستنيين حد مثلا ينزل يجي لنا ميدان التحرير عشان يحمينا. وكان معكم حورس قبط مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.